السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكون صحتكم بألف خير وسلامة. اليوم أنا حابة أساوي لكم الفول النابت. هي طريقة كتير سهلة، بس في أمور مخفية عن بعض العالم، عن بعض النساء بتجهلها، ما بتعرف قديش لازم تنتقع الفول النابت، كم ساعة إنه لازم ينتقع بالتحديد، وقديش بياخد وقت على النار. أول شي عندي فول له عدة أنواع، في نوعين للفول، نوع للنابت ونوع للسلق، يعني المسلوق للأكل. بيتاكل اثنيناتهم للأكل، بس في للسلق وفي للنابت، بتم هيك إنه بتاكلوه مع الملح والكمون. وفي منهم النوع الثاني اللي بنساويه بالتتبيلات، هذا خصوصي للنابت. أول شي أنا هذا الفول حنقعه 8 ساعات فقط بالمي، لأنه 8 ساعات بيعطيهم طراوة، خلال مدة 8 ساعات بيعطيه طراوة للفولة، فما بياكل كتير وقت على النار، إنه 3-4 ساعات إذا كان بالطنجرة العادية، أو ساعتين إذا كان بطنجرة البخار. أول شي حنحط المي عليهم، حنخليه ينغمر بدون أي إضافة أي شي، ما بضيف يا إلي ولا أي شي، فقط إنه بينقعهم 8 ساعات بعير الوقت، وبعدين بحطهم بالطنجرة وبسلقهم، بياخدوا شغلة ساعة ونص إن كترت، ما بياخدوا أكتر من هيك وقت، تبقى من جوا جدا طرية والقشرة واقفة ومستوية. هلا برجع لكم بعد 8 ساعات إذا الله من عملية النقع. هلا أعزائي المشاهدين، بعد ما نقعته 8 ساعات بالضبط، شوفوا إنه الحبة كبرت ما شاء الله، حتى في منها شقشق شوي، شايفين كيف؟ في منها شقشق شوي، شايفين كيف؟ لأنه طريت. بعد 8 ساعات بتبلش ترجع تقسى. فهلا أنا ححطهم طنجرة البخار، حتاخد مني وقت ساعة كاملة. إذا كان بدنا نحطها إحنا بالطنجرة العادية تاخد ساعتين، فإحنا بنحطها لاختصار الوقت بنحطها بطنجرة البخار أذكى. فهلا أنا ححطها بطنجرة البخار، بعد ما حطيتها بطنجرة البخار حتستغربوا أنا هون عندي فليفتة رفيعة يابسة، أنا ميبستها، شايفين كيف ميبستها؟ أنا حاخد منها كم شقفة، يعني كم قطعة بس صغار، ححطهم بالفول. ححط ليمونة قشرتها سميكة، الليمونة أنا بحب حط لها إياها قشرتها سميكة. الفائدة من الليمونة لما بحطها مع السلق، هي بتخلي إنه الفولة كبيرة وبنفس الوقت شقرة، ما بتخليها تغمق. هلا بورجيكم، أنا هلا بحطها وبورجيكم بعد ما تنسلق شو هي، شلون إنه بيطلع هو أشقر كله الفول. هلا بقطعها هيك بهالشكل هذا، حقطعها 4 قطع، حقطعها بهالشكل هذا وحطها مع السلق هيك بهالشكل هذا. ححط عليها المي وبعدين بضغطها مدة ساعة. حنزل عليها المي السخنة، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا حتحتاج شوية مي تانية. هلا احنا لقينا ناقصة مي، حنخليها ناقصة 4 أصابع، 4 أصابع بالضبط، بنخليها ناقصة عن الارتفاع تبعها. هلا بقى بنغطيها، حنحطها على الغاز لمدة ساعة. حننتقل على الغاز. هلا أعزائي المشاهدين، عيرت الغاز عليها لمدة ساعة، حطيتها على الغاز، وبرجع لكم إذا الله بعد ساعة لنشوف النتيجة اللي قلت لكم أنا عليها إذا الله. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد ما سلقنا الفول، أكل 1.25 ساعة على النار بطنجرة الضغط، فأكيد هو الوقت بيكون بضعف بالطنجرة العادية. هي لونه فاتح، الفول لونه فاتح بسبب الليمون يلي حطينا له اياه اذا الله راد. شايفين لونه ما احلاه. عندي هلا في كتير بيتسالوا شو بنحط لها خلطه للفول. انا هون حطيت كمون، سماق، ملح، هذا بس الخلطة الفول
كمون وسماء وملح، باخدهم وخلطهم سوا. هي بس مشان خلطة الفول النابت. عندي هون انا عصير ليمون للمرقة. هي المرقة حناخد منها معلقتين من الخلطة اللي احنا حطيناها، حناخد منها شوية ليمون، حنحركها، حتطلع المرقة كتير طيبة. حنسكبها بالكاسة. هي مرقة الفول وهي الفولات. بتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو كتير بسيط، وكل الستات اغلبية الستات بيعرفوا، لكن في شغلات ما بتعرفها الست، انه لازم ينتقع 8 ساعات بالضبط، وبعد منها لازم ينحط مثلا طنجرة البخار ساعة وربع، بالطنجرة العادية بياكل له 2.5 ساعة اذا الله. وهي الخلطة في كتير عالم احيانا ما بيعرفوها، بيحطوا مثلا ملح ليمون، بيحطوا مثلا كمون، ما بيعرفوا انه شو بيحطوا. لازم هي بس حصرا الها الكمون والملح والسماء فقط لا غير. وهي المرقة، وهي من الاكلات الشتوية. هلا عنا اياها باكلها هذا الوقت، هذا اكلة هي الوقت، هذا اكلات الشتاء. وبتمنى تكون نال اعجابكم هذا الفيديو، وان شاء الله اذا عجبكم لا تنسوا من الاشتراك بالقناة والمشاركة في الفيديو. نلقاكم في فيديوهات قادمة، والى اللقاء اعزائي المشاهدين.